وأنا أحب أن يطمئن أي شخص مخالف لنا أن منهجنا هو منهج خلفاء الله، منهج محمد صلى الله عليه وآله، منهج علي. فمحمد لم يحتل المدينة المنورة بالقوة العسكرية، وإنما دعا الناس إلى حاكمية الله، ولما قبله أهل المدينة انتقل إلى المدينة. وكذلك علي عليه السلام نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما وجد أنه وحيد مع قلة من أنصاره اعتزل في بيته حتى رجع الناس له وقبلوا تنصيبه فقام بالأمر. فنحن كذلك لا يتصور أحد أننا نريد تشكيل قوة عسكرية لإجبار الناس بالقوة على قبول أحمد الحسن، أبدا، هذا ليس منهجنا وليس طريقنا. وطريقنا معلن منذ أول الدعوة، وقد قلت مرارا وتكرارا إن الله ينصب خليفته في أرضه، والخليفة يقدم أدلته على تنصيبه، وعلى الناس أن تقبل تنصيبه. فإن رفضوا التنصيب الإلهي فقد ضيعوا حظهم وآخرتهم. أما خليفة الله فلا يضره شيء، يجلس في بيته كما جلس علي 25 سنة.